أستاذة هالة شوقي مرشدة سياحية، شفت لها مقتطف من لقاء، كان أول مرة أشوفها، وده كان كفيل إن أنا أكمل بقى بقية اللقاء وأشوفه كامل على يوتيوب، لأن كلامها عن الحضارة المصرية القديمة وعن المصريين القدماء أثار انتباهي جدا. ويمكن ده أول حد أشوفه شغال في الإرشاد السياحي أو في وزارة الآثار عموما يتكلم ويقول الحقيقة عن المصريين القدماء. طبعا أستاذة هالة بتروح مع أفواج سياحية وتشرح لهم الآثار، فهي بقى حطت قاعدة كده بتقول أي فوج بطلع معاه بقول لهم عايزين نتفق كده على حاجة من الأول، ما نقولش على الحضارة المصرية القديمة حضارة فرعونية، ولا نقول على أي ملك فرعون. فأنا كنت بسمع الكلام بتاعها ده وأنا يعني معقولة في حد أخيرا بقى يقول الكلام ده ويقوله كمان للسياح؟ قالت إن تاريخنا أقدم بكتير مما هو مكتوب في الكتب. ليه بقى؟ وكل الكلام اللي هي قالته من ملاحظاتها ومن شغلها ومن تحليلها هي للحضارة المصرية القديمة من اللي هي شايفاه، مش اللي مكتوب في الكتب. فهي كانت طالعه تصحح المفاهيم المغلوطه عن الحضاره المصريه القديمه. لما جت عند هرم زوسر وكانت بتوريه للوفود اللي معاها، المفروض ان في معلومات معينه هي قارياها في الكتب او هما مدين لها الكتب اللي هتشرح منها الاثار دي، بس هي قالت لما انا دخلت هرم زوسر المدرج اللي مكتوب على حسب ادعاءاتهم ان هو اقدم بناء حجري في التاريخ، هي بقى لما دخلت الهرم نفسه وشافت ممراته، لان الدخول للهرم نفسه من جوه بيتعمل له فتح خاص، مش اي حد بيخش الهرم من جوه. فالتقنيه اللي اتبنت بيها الممرات الداخليه للهرم والهندسه اللي مبني بيها الهرم من جوه بتقول استحاله يكونوا وصلوا للتقنيه دي الا بعد مئات الالاف من الاعوام. اتكلمت عن تحوت في الحضاره المصريه القديمه وقالت عنه معلومات مهمه جدا. قالت ان هو بالفعل كتب الالواح الزمرديه او الواح تحوت، عددهم 36 برديه، وان هو حط فيهم الاسرار، وان الواح تحوت اترجمت من الكتابه المصريه القديمه او الكتابه المقدسه او الميدو نتر، هو الخط المقدس، الى اليونانيه. وللاسف احنا مش عارفين البرديات دي موجوده فين دلوقتي. وهم في الحضاره اليونانيه سموا تحوت هرمس. عندي بس ملحوظه على تحوت، في بعض الناس دلوقتي عندها خلط ما بين تحوت وما بين اوزوريس. تحوت في الحضارة المصرية القديمة هو بيمثل العلم والمعرفة والكتابة والحكمة. تحوت في الحضارة المصرية القديمة هو بيمثل التواصل ما بين السماء والأرض، أو هو الوحي بمعنى أصح، في حين إن أوزير أو أوزوريس هو يعتبر سيدنا إدريس عليه السلام. مفيش ربط نهائي ما بين تحوت وأوزير. فتحوت بيمثل الوحي اللي هو يعتبر علم أوزير أو سيدنا إدريس عليه السلام، علمه بقى العلوم والحكمة والمعرفة. فتحوت مش هو أوزير خالص، أوزير أو أوزوريس هو سيدنا إدريس عليه السلام في الحضارة المصرية القديمة، لكن تحوت بيمثل الوحي. وتحوت قال الكون يسكن في معابدنا. قالت ان المصرية القديمة اسمها إنكمت، يعني لسان اهل كمت، وان كان ليها 3 طرق للكتابة. فالهيروغليفية دي مش لغة، الهيروغليفية طريقة كتابة. ال3 طرق اللي كانت بيتكتب بيها الكتابة المصرية القديمة هي الهيروغليفية والهيراتيقية والديموتيقية. فالهيروغليفية دي اللي هي الكتابة المقدسة او الخط المقدس اللي هو الميدو نتر او المداد المقدس، واللي كانت بتتكتب بيها الوثائق الرسمية والوثائق المهمة زي الوثائق الملكية وعلى جدران المعابد. اما الهيراتيقيه دي اللي كانت بتتكتب على البرديات، والديموتيقيه اللي هي الكتابه الشعبيه اللي هي بيكتب بيها عامه الناس. اتكلمت عن هرم أوناس وتحديدا عن المتون الموجوده فيه اللي هي متون الاهرام، وعن كلمه نتر والترجمه الخاطئه اللي خلت الحضاره المصريه القديمه حضاره آلهة. هرم أوناس موجود في سقاره، وهو من ضمن 11 هرم موجود عليهم متون او نصوص جنائزيه او نصوص او كتابات مقدسه او ابتهالات كان بيكتبها المصري القديم لرحلته للسفر الآمن. السفر لإيه بقى؟ للعالم الآخر. هما كانوا بيؤمنوا بالعالم الآخر. منين بقى جت الوثنية والآلهة والكلام الغريب ده؟ بداية النصوص اللي موجودة في هرم أوناس هي و نن سو. يعني إيه؟ و يعني واحد أو ونس، نن أو نن يعني نو، سو يعني سكند. ترجموها كده يعني نو سكند ون، يعني واحد أحد لا ثانية له. يعني كأنهم بيقولوا قل هو الله أحد، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. امال التخاريف اللي اتقالت عن الحضارة دي إنها وثنية جات لنا منين؟ اللي ترجم الحضارة المصرية القديمة هم المستشرقين، وعلى رأيهم شامبليون المزيف، اللي ترجموا الحضارة المصرية القديمة على أهوائهم ومعتقدهم هم، وما كانوش عارفين أو متغافلين عن حقيقة عقيدة المصريين القدماء. فكلمة نتر مش معناها إله، خلوهم الإله إيزيس والإله أوزيريس والإله حتحور والإله حورس والإله أمون والإله رع، خلوهم آلهة. في حين ان كلمة نتر معناها الطاهر او القوي، او هو صفة من صفات الاله، مش الاله في حد ذاته. فكلمة نتر جت منها بعد كده كلمة نيتشر اللي هي الطبيعة.
اللي هي صفات الإله اللي هي متجسدة في مخلوقاته، فهي صفات للإله الواحد الأحد مش الإله في حد ذاته. فكلمة نتر بتعبر عن صفات الإله الواحد الأحد المحتجب في ذاته، لأن كلمة آمون أو آمن عند المصريين القدماء معناها الباطن أو الخفي، يعني هي صفة من صفات الواحد الأحد. يعني زي ما في الأسماء الله الحسنى دلوقتي احنا بنقول الظاهر الباطن. آمون ده لم يكن إله عند المصريين القدماء. بالمناسبة آمون دي اللي احنا بنرددها دلوقتي بعد دعواتنا بنقول آمين. وإن طريقة تعبير المصري القديم كانت عن طريق التماثيل والرسم والألوان، ده ما كانش محرم في عقيدتهم، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى سخر الجن لسيدنا سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فهل سيدنا سليمان مثلا لما كان بتعمله تماثيل وقتها بأمر من ربنا سبحانه وتعالى كان مشرك مثلا؟ فالمصر القديم لم يكن يعمل التماثيل يسجد لها، بخلاف بعض الحضارات الأخرى اللي كانت فعلا بتعبد التماثيل دي وكانوا بيتخذوها أصنام. بس مش المصريين القدماء. كانت الطرائف اللي هي قالتها إن المصريين القدماء كانوا بينطقوا تش، يعني CH، زي ما احنا بنقول كده ايه دلوقتي اختي حبيبتي. عندنا فعلا البعض لحد دلوقتي بينطق بنفس الاسلوب ده، وده كان طريقه نطق المصريين القدماء. اتكلمت عن مفتاح الحياه عند المصريين القدماء واهميته، وان هو كان بيربط العالم الداخلي بالعالم الخارجي، او بيعمل التوازن ما بين العالم الروحي والعالم المادي، وان السر في مفتاح الحياه. تصحيحا عند بعض الناس، مفتاح الحياه يا جماعه مش صليب، ده شكل مفتاح الحياه عشان بس ما حد يجي يشوف ان حد لابسه سواء في خاتم او في انسيال او كده، ده مش صليب، لا ده اسمه مفتاح الحياه عند المصريين القدماء، وده من اهم الرموز عندهم. اللي راح المعابد هيستشعر وجود طاقه عاليه، ذبذبات مختلفه، طاقة مرتفعة في المكان. طب ازاي الأماكن دي محتفظة بالطاقة دي والترددات دي على مدار آلاف السنين كده؟ قالت إن المصري القديم كان بيعمل طقوس على جدران المعابد باستخدام مفتاح الحياة اسمه طقس فتح الفم، وده بيعمله سواء للمتوفى أو لرسومات على الجدران أو حتى للتماثيل، وإن الكاهن كان بيتلو تراتيل معينة لإيصال الطاقة دي للمكان، وكان بيستخدم مفتاح الحياة. المصري القديم كان بيمسك حاجة كده عاملة زي علامة الاستفهام اسمها الحكا، اللي هي منها الحكاية أو الحكي، اللي هي بتعبر عن قوة الكلمة، وإن المصري القديم كان عارف أهمية قوة الكلمة، عشان كده كانوا بيسجلوا على جدران المعابد انتصاراتهم بالحاجات الإيجابية وبيبعدوا تماما عن الحاجات السلبية أو الانهزامية. كان بيستخدم قوة الكلمة أو الحكمة مع مفتاح الحياة علشان يفعل الطاقة دي ويخليها دايما حاضرة في المكان، واللي راح المعابد هيبقى مستشعر الطاقة دي كويس جدا، وهيحس إن الأماكن دي طاقتها فعلا مختلفة عن أي مكان تاني. كده المصري القديم هيكون بيعمل بالآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كانوا فاهمين هما كويس جدا المعاني دي. المصري القديم وصل علمه للأرض وعرف أبعاد الأرض، وكمان توصل للنسبة الذهبية أو الهندسة المقدسة، اللي هي الهندسة اللي كان بيبني بيها كل بقى الأهرامات والمعابد اللي كانوا بيبنوها. وإن رغم التقدم اللي احنا فيه دلوقتي محدش هيعرف يبني هرم واحد زي الأهرامات دي بنفس التقنية والأبعاد. واتكلمت عن البعثة المصرية الأمريكية اليابانية اللي عملت محاكاة لتجربة بناء الهرم عن طريق إن هما يبنوه عن طريق الضغط أو الفاكيوم بدون أسمنت ما بين الحجارة، والتجربة دي فشلت فشل ذريع. قالت إن سقف معبد دندرة في الفلك واصف كل حاجة. بالفعل انتوا هتلاحظوا ان في المراكب دي عددها 12 مركب في ناحية، وحاطين برضو 12 مركب في ناحية تانية، كل مركب بتمثل ساعة من اليوم. سقف على فكرة ده سقف المعبد نفسه. اصلا البراعه ان هم يبنوا السقف بالشكل ده، انت تبص فوقيك تلاقي الحاجات دي مرسومه من فوق. طب هم اصلا عرفوا ازاي يرسموا وهم باصين لفوق؟ ده اصلا لوحده اعجاز. والمجموعات الفلكيه اللي هي بتطلق عليها دلوقتي الابراج، كل ده مرسوم على سقف معبد دندره. فزي ما تحوت قال الكون يسكن في معابدنا، قالت ان سقاره مكان مهم وما زال محتفظ باسراره. وكمان ابيدوس في سوهاج قالت ان هو مكان بكر هيطلع كتير ان شاء الله. والمنيا قالت الاماكن دي كلها ما زالت تملك مفاتيحها. اتكلمت عن الحج عند المصريين القدماء، وان أبيدوس كان أقدم مكان حج في التاريخ. بالفعل متسجل الحج عند المصريين القدماء على الجدران، ودي صورة من مقابر بني حسن، وكنت نزلت لكم فيديو عنها قريب. وكلمة حج أصلا موجودة عند المصريين القدماء ومعناها الأبيض الطاهر. بالفعل المصريين القدماء كانوا بيلبسوا ثوب أبيض من الكتان أثناء تأدية مناسك الحج، وإن الحج كان في فترة الانقلاب الشتوي كانت مدته 10 أيام. لهجتنا إحنا كمصريين دلوقتي فيها حوالي 70% كلمات مصرية قديمة، ويمكن إحنا ما نكونش حاسين بيها، لأن هما مهما يحاولوا يطمسوا، مهما حاولوا إن هما يزيفوا، فإن ده موجود في الذاكرة الجماعية عند المصريين، وكل ده إحنا متوارثينه من أجدادنا المصريين القدماء. فكلمة إزيز أصلها كلمة إيست، اللي هي الست. دلوقتي أنت تقول الست قالت كذا، الست عملت كذا، الست أم كلثوم، فالست دي جاية من المصرية القديمة. كلمة مرتي برضو بتردد دلوقتي على لسان كتير جدا، اللي هي مراتي اللي هي محبوبتي. كلمة شنرن اللي هي شنة ورنة اللي هي الخرطوش اللي عليها الألقاب الملكية. كلمة مكحكح، بح،
وحوي وحوي، كل ده من المصرية القديمة. وفعلا لهجتنا احنا كمصريين مختلفة عن اللغة العربية وعن العالم كله، بس نتيجة ترجمة اليونان الحضارة دي، لأن هم ترجموها على حسب لغتهم وعلى حسب أهوائهم هم، بقت معظم الأسماء اللي احنا بنقولها دلوقتي عن الحضارة دي ترجمة يونانية، مش دي الأسماء الأصلية. يعني مثلا خلوا إيست خلوها إيزيس، خلوا أوزير أو أوسير خلوه أوزوريس، خلوا رامسيس رامسيس، خلوا حور حورس، ده كان خلوا مصر ايجيبت. فعشان كده عايزين نحاول بقدر الامكان ان احنا نرجع للاسماء الاصليه مش الترجمه اليونانيه المحرفه. اتكلمت عن زهره اللوتس واهميتها عند المصريين القدماء، وانها كانت بتحمل وعي المصريين، علشان كده الزهره دي منعوا تواجدها في مصر، كانت موجوده في كل مكان، في النيل وفي البيوت وفي المعابد وفي كل مكان. للاسف الزهره دي تعتبر مش موجوده دلوقتي. اتكلمت عن نقطة مهمة جدا، ان في الثمانينات كان في توجه لاحتكار الحضارة دي والجعلها حضارة آلهة وحضارة وثنية، لدرجة انه في فترة من الفترات طلع فتوى بتحطيم التماثيل دي على اساس انها كانت اصنام تعبد، وعلى اساس ان احنا المفروض ما نكونش فخورين بحضارة الكفار دول، وعلى اساس ان هم فراعنة وكده. هي خطورة الموضوع. عشان كده ما نقول ان هي مش حضارة فراعنة وان اسمهم المصريين القدماء، محدش يستقل بالمعلومة دي ان فرعون اصلا ما كانش مصري وكان فترة احتلال، ده غير ان هو تجبر وادعى الالوهية، وفي الاخر ربنا اغرقه ودمر اثاره، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالحضارة دي لا تنسب لفرعون نهائيا. ده غير ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما نزل في مصر عمره ما فكر ان هو يكسر تمثال زي ما هو عمل مع سومر كده وكسر لهم تماثيلهم. طب لو هم وثنيين هنا ليه ما عملش كده معاهم وكسر التماثيل؟ ده يثبت لك ان هم ما كانوش بيعبدوا التماثيل اللي هم صانعينها دي. كذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر ما كسرش تمثال واحد ولا هدم معبد. لو كان عنده علم ان دي تماثيل تعبد كان عمل كده. قالت ان مسمى الحضارة الفرعونية ده قول مكذوب. ليه بقى؟ لأن فرعون اللي اتذكر في القرآن الكريم حوالي 74 مرة ذكر كاسم ولم يذكر كلقب أبدا ولا حتى كملك. وإن الحجة بتاعت برعة اللي هم ترجموها برضو خطأ وحرفوها لفرعة، برعة يعني عظيم البيت. قالت إن برعة اللي هي عظيم البيت دي كانت موجودة يعني مرات تعد على الأصابع كده، مرات قليلة جدا، وهي أصلا اتحرفت كمان لفرعة، فهي برعة لا تعني فرعة أبدا. في حين إن في لقب تاني اسمه سارة. قالت إن سارة ده اسم مصري مش اسم عبري. سارة يعني وليد رع، ورع اللي هو رمز الشمس، رمز للنور الإلهي، مش إله يعبد. فسارة ده كان من أهم الألقاب الملكية. كمان لقب نسوتويت يعني ملك الأرضين اللي هي بيقصد بيها مصر العليا ومصر السفلى، هي شايفة إن هي مش بتعني كده، شايفة إنها تعني إن الأرضين هو العالم ده والعالم الآخر. لأن أوزير لما مر برحلته وإن هو اتقتل واتجمعت أجزاء وتم إعادة إحيائه مرة أخرى وعاد للحياة، اختار إن هو يعيش في العالم السفلي، فكان برضو بيلقب نفسه بملك الأرضين اللي هو العالم ده والعالم الآخر، لكنه بيعود كل عام في موسم الحج وبيجدد للأرض النماء والخصوبة. ومن ضمن ألقاب أوزير اللي هو خانة إيمنت يعني ملك الغرب أو العالم الآخر. ومن ضمن الادعاءات الكاذبة اللي هي ردت عليها ان رمسيس الثاني هو فرعون، قالت ان كل المومياوات اصلا فيها ملح النطرون. ثانيا اثار رمسيس موجودة فعلا في كل شبر في مصر، ده بل خارج مصر كمان، في حين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وان اسم فرعون اصلا ده اسم مش مصري زي اسم قارون واسم هامان، دي كلها اسماء مش مصرية، وان هم كانوا قبائل اسيوية جايين من الهكسوس، وده كان فترة احتلال. فرعون لا ينسب اصلا للحضارة المصرية القديمة. وارد جدا في اي حضارة ان يحصل اضطراب او فوضى في فتره من الفترات، لكن بيجي اللي يرجعها ويحطها على الطريق الصح تاني، وده اللي حصل في فتره اخناتون. فاخناتون جاء في فتره اضطراب، على عكس ما يشاع ان اخناتون هو اول من دعا الى التوحيد. الكلام ده مغلوط تماما، ان المصريين القدماء كانوا موحدين، لكن هو جاء في فتره اضطراب وفتره تحكم من الكهنه، وهو جاي يرجع الامور لنصابها الصحيح. علشان كده حارب الكهنه وهم كمان حاربوه. عشان كده بنى مدينه تل العمارنه وعملها مقر للحكم ساعتها علشان يختلي فيها هو اتباعه ويمارس العباده في هدوء. واللي راح تل العمارنه هيدرك ده المكان مليء بالسكينه بشكل مش طبيعي. فعلا المدينه دي كانت مدينه للعباده. حكيم آني كان بيوصي ابنه بيقول له لقد وقعنا في الفوضى بعد بعدنا عن قوانين ماعت. قوانين ماعت هي قوانين منظمه للاخلاق، عددها 42 قانون، وماعت هي رمز للعداله زي ما احنا نقول كده الله العدل. قوانين ماعت دي اللي سرقها حمورابي ونسبها لنفسه وعمل قوانين حمورابي. لفت نظري الخبر ده ان النيابه العامه عندنا في مصر هنا بتنشر قوانين تحتمس الثالث وقوانين ماعت كمان، اللي هي قمة في الإنسانية والعدالة. فالعالم كله اتعلم من المصريين القدماء القوانين الأخلاقية.
اتكلمت كمان على ان في نهايه الحضاره المصريه القديمه اللي هو يعتبر عصر الاضمحلال الثالث حصل غزو من فارس، كان في غزو كمان من قبائل من ليبيا ومن اثيوبيا. انتهت الفتره دي بمجيء الاسكندر الاكبر، هو العصر البطلمي حوالي 300 قبل الميلاد. وهو كان ذكي جدا، ليه بقى؟ لان هو ما دخلش مصر بالغزو، هو عرف يكسب الشعب المصري وعرف يكسب الكهنه، فهم طبيعه الشعب المصري ولعب على حته الدين كويس قوي. اول حاجه عملها انه راح سيوه معبد الوحي، وادعى ان امون اختاره عشان يكون ملك، وكتب اسمه على الجدران زي اي ملك مصري. شفتوا الدهاء؟ ومشي على نهجه بطليموس. عصر البطالمه متمركزوا في اسكندريه وعملوها مقر للحكم هناك. اكبر جاليه او تجمع لليهود كان وقت البطالمه كان موجود في اسكندريه، كان ليهم حي مخصوص هناك. هو ما حاربش المصريين، لكن هو عارف يستغلهم احسن استغلال عن طريق ان هو وباقي ملوك البطالمه من بعده عملوا ايه بقى؟ طريق ان هم كانوا بيبعتوا الكهنه بتوعهم، الكهنه اليونان، يجي يتعلموا العلوم هنا في مصر، بعد كده يترجموها لليوناني، لان هو بعد كده العلوم المصريه دي يتم حرقها مثلا، هيتم طمسها ايا كانت الطريقه، زي حريق مكتبه اسكندريه مثلا. فاللي هيكون متبقي من العلوم دي هو الترجمه اليونانيه مش العلوم الاصليه. المعابد ما كانتش اماكن مخصصه للعباده فقط، لا، المعابد كانت متقسمه لجزئين، جزء اسمه بيربا اللي هو بيت الروح، الجزء الاخر اسمه برمجيت، يعني اللي جت منها كلمة برمجيات، وده اللي كان بيتم تدريس فيه العلوم والطب والهندسة والفلك والكيمياء والخيمياء وسائر العلوم. فهم الكهنة اليونان عملوا كذا حاجة، ترجموا العلوم دي لليونانية، بس ترجموها ايه؟ وفقا لأهوائهم ومعتقدهم، مش وفقا لحقيقة الحضارة المصرية القديمة أو معتقدها. تاني حاجة، في علوم كتيرة جدا نسبوها لنفسهم زي الرياضيات والفلسفة، فيثاغورث وإقليدس وأرسطو، كل دول يعتبر سارقين علومهم من المصريين القدماء. كمان شوهوا شكل العقيدة المصرية القديمة وخلوها حضارة آلهة، لأن هما بالفعل في اليونان عندهم آلهة متعددة. فهم مثلا عملوا الإله زيوس، عملوا أفروديت، عملوا فينوس. بعد كده جه الرومان وكملوا التشويه. مانيتو السمنودي المؤرخ المصري القديم اللي كان موجود في العصر البطلمي ساعتها، وطلب منه بطليموس الثاني ان هو يكتب التاريخ المصري القديم بس من اوله خالص، يعني من عصر ما قبل الاسرات. كنت نزلت لكم حلقه كامله قبل كده عن مانيتو السمنودي برضو. استاذه هاله قالت معلومه مهمه جدا، قالت ان مانيتو السمنودي لما جه يكتب التاريخ كان عنده 2000 سنه زياده، وال2000 سنه دول اتحذفوا من التاريخ، وبالفعل في اكتر من 1000 عام محذوفين من التاريخ. والتاريخ الميلادي اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي تاريخ مزيف، لازم تبقوا عارفين كده. بعد ما مانيتو السمنودي كتب التاريخ المصري القديم من اوله وحط الكتاب بتاعه ده اللي هو ايجيبتانا او كيميتانا في مكتبة اسكندرية، بعدها تم حريق مكتبة اسكندرية بكل الكتب والعلوم اللي كانت فيها. اتكلمت على ان لينا برديات كتير حول العالم بتكشف حقائق مهمة جدا، سواء عن عمر الحضارة المصرية القديمة والعلوم بتاعتها، زي مثلا الموجود في المتحف البريطاني، اللي موجود في مكتبة الفاتيكان، ومكتبة الفاتيكان دي لوحدها كارثة، ومتحف المتروبوليتان في امريكا، ومتحف تورين في ايطاليا اللي موجود فيه برديه تورين المسروقه اللي تكشف العمر الحقيقي للحضاره المصريه القديمه اللي هي حوالي 40,000 عام، ومتحف برلين وغيرهم كتير. علشان كده احنا دلوقتي لازم نطالب بعوده رأس نفرتيتي وحجر رشيد والزودياك المسروق وبرديه تورين، دول كلهم لازم يجوا عندنا هنا في المتحف المصري الكبير ان شاء الله ويتعرضوا فيه، لان هو ده المكان الاليق بيهم، وعايزين ننشر الموضوع ده على اوسع نطاق. قالت ان من اسماء مصر طبعا كامت اللي هي الارض السوداء او الارض الخصبه، ديشرت وميجر. ميجر دي اللي هي الحصين، يعني هي مصر المحروسه. التشييد في الحضاره المصريه القديمه ما كانش عشوائي، لكن كل حاجه كانت بتتعمل بمقاييس هندسيه وكانت بتعكس صوره السماء، زي نسق الاهرامات الفلكي المتوافق مع حزام اوريون في السماء، زي مثلا تعامد الشمس على معبد ابو سمبل مرتين في السماء. معبد الكرنك برضو بيحصل تعامد للشمس في الانقلاب الشتوي. حتى المتحف المصري الكبير بيحصل تعامد على وجه رمسيس الثاني. عشان نرجع لاصلنا تاني ونرجع لجذورنا، لازم نصحح المفاهيم المغلوطه عن حضارتنا، وده اللي اكدت عليه الاستاذه هاله، ان المصريين القدماء كانوا موحدين وكانوا على درجه من العقيده والعلم احنا لسه ما وصلنالهاش لحد دلوقتي، وانه تم فصلنا عن تاريخنا بالعمد. هم عايزين يفصلونا عن جذورنا، لان هم عارفين كويس قوي لو احنا استعدنا حقيقه تاريخنا ورجعنا لجذورنا هيكون وضعنا ايه. اول حاجه نعملها اللي احنا لازم نشيل كل الخزعبلات والخرافات اللي اتقالت عن حضارتنا دي، وان احنا نعرف ان هي كانت حضاره موحده وكانوا ملوك وكان منهم انبياء كمان. ساعه لما نغير المفاهيم دي ساعتها هيبقى في تواصل ما بيننا وما بين الجذور، ساعتها هتتكشف لنا الاسرار، لان هيكون عندنا ساعتها تواصل حقيقي مع جذورنا، وهيكون عندنا التقبل والوعي لده. وانه في الواح تحوت او الالواح الزمرديه اللي اتكلم فيها عن الحضاره المصريه القديمه، قال انه خبى الاسرار، لان العالم اصبح في حاله من الفوضى لعدم اتباع قوانين الماعد او قوانين العداله، انه هيخفي الاظهار دي لحين ظهور اتباع حور
أو أتباع النور. وبالفعل في جيل جديد طالع مهتم فعلا بالحضارة المصرية القديمة، وإن هو عايز يسترجع أصلها وهويتها الحقيقية ويستعيد تواصلنا تاني مع حضارتنا، وهم دول إن شاء الله أتباع حور اللي هيكون على إيدهم النصر. ورشحت كتاب اسمه الحقائق الخفية لدكتور إبراهيم كريم، وهو من أوائل الناس اللي اتكلموا في علم الأرقام واستخدامها عند المصريين القدماء. الراجل ده يا جماعة رائع بجد، تابعوه. قال جملة مهمة جدا في أحد لقاءاته، قال: عظمة الحضارة تأتي حينما يعقل القلب. وهو هنا كان بيوصف الحضارة المصرية القديمة. فتحية للأستاذة هالة شوقي، بجد من أجمل الناس اللي أنا شفتها تتكلم عن الحضارة المصرية القديمة. وأرجو بقى إن المرشدين السياحيين يمشوا على النهج ده ويبطلوا الكلام اللي هم حافظينه للأسف، الكلام اللي كله تزييف عن الحضارة المصرية القديمة. بطل كلمة فراعنة وكلمة آلهة والمعبود كذا والمعبود كذا، يبقى في فكر جديد بقى لتوصيل الحضارة دي وحقيقتها سواء للمصريين أو حتى للأجانب. احنا هنفضل مكملين على نفس النهج ده ان شاء الله، ان احنا نكشف الحقائق ونكشف التزييف ونوري للناس حقيقة حضارتنا، الحضارة المصرية القديمة، اعظم حضارة في الدنيا، الحضارة الوحيدة الباقية الى الان والى ان يشاء الله.